بال 67 شق 4 طرقات في حماه وقطعت اوصالها، هي الحي المشاطئ اللي يسموه البرازيلي اللي هلا حاليا شارع صلاح الدين، الباروديه، حارتنا هي ماني آذار، ما بنقول ماني آذار، 18 آذار اللي هي جورة حواء ودار الغنم وشارع سوق السجر هو صالح أسامة أبو مقيس. فهالشيء هذا اللي صار ما كفى غليل بالعهد الباقي، صار يخطط لأكثر، لأنه مع اختراق البلد وتقطيع أوصالها ظل الشعب متماسك، ظل ما انطوى تحت لواءها. فخطط تكون أكبر من هيك العملية. كانت النتيجة أنا مش ما طول كثير، كانت النتيجة هي ال 82 اللي دمرت البلد، دمرت أحياء كاملة بما فيها بشعبها بمبانيها، اللي أثرت على الإنسانية، مو على حماه أو على سوريا، على الإنسانية كافة. الإنسانية تقضي إنه هالأشخاص اللي قاموا بالأعمال أن يأخذوا جزاءهم. شكرا كثير. كل الشكر أستاذ علي. طبعا